وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ يَا قَوْمِ إِنَّمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ. ثم فضح الله عز وجل هذه الطائفة، وكانت مدسوسة بين السلفيين. ثم جاءت طائفة أخرى. لاحظوا يا أخواني، انتبهوا يا شباب، خلاف أهل السنة مع هذه الطوائف هذه منقبة، لا تظنها أنها مثلبة وأنها نقطة سوداء. يا أخي إيش الخلافات هذه؟ يا أخي كثرت عين الخلافات. يا أخي هذه تصفية. الدعوة الوحيدة التي هي صافية ما تقبل الخبث. ما رأيكم يا أخواني لو كانت هناك، أضرب مثال فقط، هناك شركة فيها المختلس وفيها المغالط وفيها مسموح للجميع أن يجلس فيها، وهناك شركة إذا ظهر المختلس يفصل، هل هذه منقبة أو أنها مثلبة؟ يا أخي أهل السنة ما يفصلون الشخص مباشرة، ينصحونه يذكرونه، فإن رأوا أنه يعاند يحذرون منه أن هذا لا يمثل دعوتنا. وظهرت بعد ذلك طائفة الحدادية. ظهر هذا الرجل محمود الحداد وهو مصري ليس له علماء، ظهر في المدينة في بداية التسعينات 93 و94 و95، عرف هناك، كون له جماعة من الشباب، وليس هناك رجل عاقل طالب علم قوي يتبع هذا الرجل، كلهم من الضعفاء في العلم. واستطاع أن يخدعهم بالكلمات المعسولة، اتباع السنة والتمسك بالسنة، ثم يأخذ له جماعة من الشباب ويسلط هؤلاء الشباب على العلماء، فصار حربا شديدة على العلماء. يتكلم عن العلماء من القدامى والمعاصرين، تكلم عن النووي، تكلم عن ابن حجر، تكلم عن شيخ الإسلام، عن ابن أبي العز الحنفي شارح الطحاوية، عن الإمام المجدد محمد عبد الوهاب، حتى وصل إلى هيئة كبار العلماء، ويتهمهم بأنهم عبيد السلاطين لأنهم أفتوا في أزمة الخليج. يعني موقفهم كان مشابه للقوم الآخرين. ورد عليه العلماء، رد عليه الشيخ ربيع بن هادي، الشيخ محمد بن هادي، رد عليه الشيخ أمان الجامي. لا ننسى أيضا دور هذا العالم الجليل رحمه الله وغفر الله له، كان له دور كبير أيضا في الذب عن السنة وكشف هؤلاء من السرورية والإخوان والحدادية الذين يريدون أن يدسوا الدسائس على الدعوة، وهو يبين حقائق هذه الجماعات. ومن تلامذة وخواص محمود الحداد عبد اللطيف باشميل. شيخ ربيع يقول عنه هو القائد الفعلي للحدادية وقائد فتنة الحدادية. رجل يعني أعوذ بالله يفتري كثيرا على المشايخ وعلى العلماء، إلى أن قال مشايخ المدينة هم حزب سياسي متكتلون على أخطاء الألباني، متعصبون للألباني، لأن الحدادية كانت تتهم الألباني بإرجاء. ورد عليه الشيخ ربيع